بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما ان شاء الله. انا جبت النهاردة شوية حاجات كده وقلت اعرضها لكم. معلش طبعا انتوا عارفين ان انا بأخر عليكم في الفيديوهات. رمضان والواحد ما بيلحقش يعمل اي حاجة وما بيلحقش يصور ولا يلحق يعمل اي حاجة. فايه النهاردة قلت ايه، اشتريت شوية حاجات كده، فقلت ان شاء الله كده ايه اعرضها لكم النهاردة. اولا يا جماعة ايه، انا جبت شوية الرفايع دي او شوية المشتريات اللي انتوا شايفينهم دول. اول حاجة هبدأ ايه يا جماعة كده، بسم الله نبدأ كده ايه اعرض لكم ايه شوية المشتريات دول. دي فرشة سيليكون تواليت. دي فرشة سيليكون تواليت. انا طبعا ايه عمالة بوقف فيها، هي مش بتقف اساسا، يعني مش راضية تقف خالص على الترابيزة. فدي دي فرشة سيليكون ايه للتواليت. دي اساسا يا جماعة مش بتقف بقى، دي بتتعلق على الحيطة. دي بتتعلق على الحيطة. هي معاها هي زي ما بوريكم كده الدبل فيس بتاعها. بحطه كده وبعلقه ايه على الحيطة. انا مش عارفة اوريها لكم بس ايه، هو قال لي هي مش لقيتها كده حلوة وكده، فقلت اجيبها. قال لي حطيها كده وعلقها على الحيطة بالدبل فيس ده. معلش عماله اجيبها كده واديها كده على اساس ان انا ايه اوقفها لكم تشوفوها، فمش عارفه. اهي زي ما بوريكم كده، بقول لكم هي بتتحط فيها الفرشه وتتعلق على الايه على الحيطه. تاني حاجه يا جماعه جبت ايه هراسه البطاطس دي. دي هراسة بطاطس جرانيت. انا كنت جايبه قشرة بطاطس نفس الشكل كده، فبحب دايما يعني ايه اخلي لها الحاجه كده تبقى كلها ايه متشابهه مع بعضيها. يعني لون البينك ممكن اجيب بقى منه المقصات، اجيب منه مش عارفه ايه، فبحب الحاجه تبقى ايه متناسقه مع بعضها. دي انا قلت لكم الفرشه يا جماعه السيليكون سعرها كان 40 جنيه. هراسة البطاطس 35 جنيه. دي برضو ايه معالق. والله يا جماعه ما عجبنيش ايه شكلهم، بس للاسف امبارح انا كنت هجيب منه، لقيت معالق حلوه قوي قوي عنده، بس ما لقيتش غير طقم هو 6 معالق صغيرين. لكن كنت عايزه اجيب معالق صغيره وكبيره وشوك كبيره وصغيره، للاسف ما لقيتش عنده. قال لي ما فيش عندي من ده. قلت له طب خلاص هاخد اللي هو النوعيه دي، ولو انتوا جبتوا اللي هي الحاجه التانية ممكن ايه ابدلها يعني بحاجه احلى. دي يا جماعه ما لقيتش برضو عنده غير دول. او برضو المصاريف زي ما بقول لكم الفلوس ممكن تكون برضو ما جبتش غير هم دول. يعني دي الواحده الطقم ده كان ب100 جنيه. والله يا جماعه يعني انا شايفاها مش يعني مش حساها، بس انا خدتها منه ان انا باخد منه زي ما بقول لكم. وقلت له خلاص لو جبت حاجه احلى من كده هرجعها واخد ايه يعني معالق او شوك تكون 24، يعني شكل واحد بس يكون حاجه نظيفه. دي زي ما بقول لكم الستة كانوا ب100 جنيه. ده يا جماعه ترمس شاي او قهوه او اي حاجه سخنه يعني. حقيقه يعني انا معرفش ماركته ايه، بس هو شكله مش عارفه يا تايلاندي يا صيني يا اما كوري. فانا مش عارفه، انا عملت ادور على الصنعه او بلد المنشأ مش لاقياها. بس هو حقيقي يعني ايه، لقيت اولا شكله حلو. ثانيا انا جبته، انا مش عارفه افتحه لكم دلوقتي، انا مش عارفه افتحه لان أنا زي ما بقول لكم بصور بايد وبعمل بايد. انا جبته من جوه يا جماعه استانلس. يعني هو من جوه استانلس احسن من الازاز، لان الازاز بيتكسر بسرعه. يعني الازاز او ممكن اي خبطه بتروح مكسره الايه الازاز اللي جوه الترمس. فانا جبته من جوه استانلس. وزي ما بقول لكم هو ايه، انا بدور لكم على الساعه بتاعته، بس انا هجيب الكرتونه دي. يعني هو بيقول لك بيحتفظ بالحراره 24 ساعه. ده يا جماعة أنا جبته ب400 جنيه. ده كان ب400 جنيه. ولما تجيبوا يا جماعة الحاجة دي يعني هاتوها استانلس من جوه، ما تجيبوش الإزاز والله أي خبطة بتروح كسرها على طول. وأنا بدور لكم دلوقتي على الساعة بتاعته أهي. هي الساعة بتاعته زي ما بقول لكم لتر ونص. والله يا جماعة بيقولوا لك الأسعار نزلت. أنا بوريكم دي ماركته، بس أنا مش عارفة هو إيه. هو شكله صيني الله أعلم، مش عارفة. أنا دورت على بلد المنشأ زي ما بقول لكم مش عارفة. بس لقيته شكله حلو، لقيته يعني قال لي والله جميل جدا وحلو قوي، ومش خديه بالسعر ده لان السعر مش هتلاقيه ومش عارفه ايه. زي ما انتوا عارفين والله يا جماعه الاسعار بيقولوا نزلت، لكن بالعكس الاسعار بتروح يعني في حته تانية خالص. كل ما بنروح يعني حاجه الحمد لله. آه جبت بقى يا جماعه اللي هو اول اللي هو الايه
العلب البلاستيك دي اللي هي الحافظات، ممكن تحطي فيها اي حاجه بقى، بكليات، او ممكن تحطي فيها اي اللي انت عايزاه يعني. انا كنت عايزه اجيب اللي هو الطقم اللي هو التلاتة. ما لقيتش عنده، قال لي انا ببيعها بالواحده بس. وانا بعرض لكم دلوقتي والله يا جماعه لقيتها. العلبه الكبيره دي هي كبيره بس مش باين، الكاميرا مش مبيناها قوي يعني، ودي برضو الاكبر منها. انا مكتوب على العلبه اللي هي دي مكتوبه 2 بيسز، يعني هي قطعتين. هو بيبيعها. معلش كل ما اصور حد لازم يفتح عليا. دي انا بوريكم ايه، دي القطعه الكبيره دي مكتوب عليها 2 بيسز، هم الله اعلم انا منوعينها كده او مفتحينها وبيبيعوها بالواحده. اهي زي ما انا اكتشفت دلوقتي وانا بصور لكم ان هي دي المفروض هما الاتنين دول طقم اساسا، هما بيبيعوه بالواحده. انا جبت دي الكبيره دي يا جماعه، كانت ب55، والتانية كانت ب50. دي كانت ب55 والتانية كانت ب50 جنيه. قلت يعني انا ايه بوريها لكم هنا، بوريكم ان هو يعني ايه مكتوب عليها البي 5. فهي يعني ايه بتبقى صحيه شويه، يعني الحاجات البلاستيك دي يعني ايه الواحد ما بيحبش يجيبها كتير قوي، بس ايه انا عماله بوريلكم اهو، بوريكم اللي هي ايه بي 5. زي ما بقول لكم كده، انا جبت اللي هما الاتنين دول فرداني، بس هما المفروض على فكره قطعتين، بس هما بيبيعوهم ايه زي ما بقول لكم كده بالواحده. دول برضو الطقم اهو حلو كده، في منه على فكرة متهيألي الوطنية بيكون 3 بس ما بيبقاش شفاف، بيبقى فيه ساعات في الوان او في كده، فانا عجبني بس الاحكام بتاعهم، يعني الغطا بتاعهم بيبقى محكم جامد قوي يعني. دول ايه اللي انا بقول لكم عليهم، اللي هم الايه اطقم اللي هي ممكن بكليات اي حاجه يعني انت عايزه تحطيها فيها يعني، مش هيقول لا يعني. برضو يا جماعه انا جبت ايه اللي هو العجان ده ليا انا بقى. انا كنت عندي عجان كبير، يعني عندي عجان ممكن يشيل حوالي بتاع 6 كيلو، وعندي عجان صغنن ممكن ياخد كيلو. ده قلت لا انا اجيب واحد ليا، عشان طبعا الايام دي وكده ممكن بعمل شويه بوتيفور، شويه كحك، شويه اي حاجه. جبت ده. ده يا جماعة ب135 جنيه. هو ده ياخد حوالي 2 كيلو 3 كيلو، أو لو انت عايزة تعجني بيتزا أو أي حاجة. فلقيته حلو ليا بقى، ده ليا أنا، لأن أنا كنت جايبة لها طقم اللي هو التلاتة. ليها هي، ده ليا أنا بقى. انتوا عارفين طبعا بتبقى العيد وكده، فالواحد بيحب يجيب ايه شوية حاجات كده. له. دي كانت يا جماعة ايه شوية المشتريات بتاعتي بتاع النهاردة. يا رب الحاجات اللي انا بقى ايه يعني على قد ما بقدر بوريكم الحاجات اللي انا بجيبها. ونستفاد من بعض كلنا، بنستفاد من بعض يعني، وبنقول لبعض على ايه، على الحاجات. اول واحده حبيبتي بتسالني نبدا نجهز منها، قلت لها ابدأي عن تجربه، ابدأي جهزي بنتك من هي صغيره. الحاجات يا جماعة بتروح في حتة تانية، فاللي عايز يا جماعة معاه بنات صغننة ابدأوا. انا دلوقتي كمان بجهز، ممكن ايه بجيب لبنتي دي كبيرة، وعندي بنوتة تانية لسه في ثانوية عامة، فممكن ببدأ دلوقتي معاها، حتى لو جبت يعني جبت حاجات متكررة كتير فمبتفرقش معايا، لان انا عندي ايه بنتي. فاللي معاه بنات فعلا يا جماعة صغيرة في ابتدائي في اعدادي، برضو لسه صغيرة، ابدأوا جهزوا الحاجات الصغنونة، معالق، شوك، اي حاجات اللي هي الحاجات دي. زي ما بقول لكم كل مرة نصيحة، ابدأوا جهزوا من دلوقتي. هي دي يا جماعة كانت مشتريات النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش يا جماعة اللايك والشير واشتركوا يا جماعة في القناة عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد بإذن الله. مع السلامة.